المتميزة في الجزائر. الولاية تتميز بمناطق سياحية متعددة، وتتميز خاصة بنمط من أنماط السياحة، هي السياحة الحموية. مشاهدينا، هذه المنطقة هي ولاية سعيدة بالتحديد، اللي فيها العديد من المناظر أقول الطبيعية الساحرة، من بينها واحدة من الشلالات، شلالات تفريت. هذه الشلالات اللي تتواجد بهذه المنطقة، منطقة تفريت، واللي تبعد على الولاية ب 26 كيلومتر بالتحديد. راح نتعرف عليها مع زميلتنا صديقة البيئة بامتياز سميرة بن يخلف. على بعد حوالي 30 كيلومتر من بلدية سعيدة، وعبر مناظر سهبية تستقبلك واحة تفريت بمناظرها الساحرة وسط هذه التلال المترامية. مناظر طبيعية رائعة تتميز بتنوع نباتي وحيواني هام يساهم بشكل كبير في التوازن البيئي. احنا متواجدين هنا بمنطقة تفريت، تابعة إقليميا لبلدية عين سلطان، دائرة ولاد إبراهيم، ولاية سعيدة. تبعد هذه المنطقة عن ولاية سعيدة بحوالي 26 كيلومتر. تتميز هذه المنطقة بغطاء نباتي كثيف نظرا لوجودها بضفاف الواد، الذي منبعه منبع طبيعي اللي هو راس العين، يبعد حوالي 2 كيلومتر عن مكان تواجدنا هنا بشلالات تفريت. هذه المنطقة تتميز بثروة غابية متنوعة، منها نبات البطن الأطلسي بيستاشيد الأطلس، إضافة إلى التين، التين متواجد على ضفاف هذا الواد. كذلك هذه المنطقة تأتيها طيور مهاجرة في فصل الشتاء، منها الوز، البط، وكذلك اللقلق. تنفرد هذه المنطقة بتنوع طبيعتها وتضاريسها ومناخها، مما أعطاها المقومات السياحية التراثية وكذا التاريخية المتنوعة. هذه المنطقة تمتاز بعدد عدد كبير من الأنواع، أو عدد كبير من أنواع السياحة، في مقدمتها السياحة الريفية، وذلك لوجود عدد كبير من المزارع والحقول الشاسعة المترامية الأطراف بهذه المنطقة، وكذلك لوجود عدد كبير من الماشية. توجد كذلك السياحة الثقافية، وذلك لوجود كهوف ومغارات بهذه المنطقة، يعني ترجع إلى ما قبل التاريخ. تبقى منطقة تفريت المصنفة من بين مناطق التوسع السياحي بولاية سعيدة تحتاج إلى مزيد من الرعاية والتهيئة، خاصة ما تعلق منها بالمسالك المؤدية إلى الشلالات. محافظة الغابات لولاية سعيدة قامت بإنجاز مشروع 10 هكتارات في إطار تثبيت حواف الوديان. كذلك هذه المنطقة مصنفة زت من طرف مديرية السياحة. نظن نصادقوا على المشروع في إطار تجسيده مستقبلا. ومن هذا المنبر نوجه رسالة للمواطنين والمواطنات من داخل ولاية سعيدة ومن خارجها، الحفاظ على هذا المكان الجذاب الخلاب، اللي هو ثروة لنا والأجيال المقبلة إن شاء الله. موقع طبيعي رائع يفتح المجال واسعا أمام السياحة البيئية. المحافظة على المحيط الذي يتميز بانتشار التنوع النباتي والحيواني ضرورة لابد منها لضمان التنمية المستدامة.
منطقة رائعة بولاية سعيدة مشاهدينا، مليح انه الواحد يحافظ على مثل هذه المناطق، خاصة بالنسبة للناس اللي تروح في جانب الراعي ممكن، او في جانب ايضا الخرجات العائلية، الواحد لازم يحافظ عليها ويخليها نظيفة مثل ما وجودها نظيفة، ويخليها طبيعية مثل ما وجودها طبيعية، ما يلمش فيها باش نبقاو ديما نحافظوا على